احنا في خلال 6 اشهر بمجرد مشي وصلنا الوزن المثالي، ما حصل لناش ترهلات، ما حصل لنا ما عجزناش زي ما بيقولوا، الدنيا ماشيه كويس جدا الحمد لله. احنا ماشيين كويس جدا. احنا بقالنا دلوقتي 6 شهور من العمليه، وصلنا الوزن المثالي، وده الوقت اللي احنا المفروض نعمل فيه بقى شويه فحوصات كده عشان نطمن الدنيا ماشيه ازاي. بنعمل فحوصات عامه، بنعمل صوره دم، نشوف الحديد في الجسم اخباره ايه، نشوف الفيتامينات في الجسم اخبارها ايه. هنعملها واحنا ماشيين كويس جدا، وما زلنا برضو المتابعه بتاعتنا مستمره لحد سنه، لكن الحمد لله الامور ماشيه كويس قوي قوي قوي. والرياضه انت عامل رياضه؟ يعني انت ما عملتيش رياضه جامد، انت مجرد ان احنا اتمشيتي، سمعتي التعليمات بتاعتنا وتمشيتي، لكن الحمد لله الدنيا ماشيه كويس قوي. وده اللي انا دايما بنصح الناس بيه. انا مش عاوز رياضه عنيفه، انا مش عاوزك عاوزه تخش الجيم، اتفضلي خش الجيم، بس انا بوري الناس ان احنا في خلال 6 اشهر بمجرد مشي وصلنا الوزن المثالي، ما حصل لناش ترهلات، ما حصل لنا ما عجزناش زي ما بيقولوا، الدنيا ماشيه كويس جدا. فاحنا كده ماشيين كويس قوي، وهنبتدي بس نعمل فحوصات عشان نطمن ان الدنيا ماشيه على خير ان شاء الله. طبيعي بقى ان انا امشي مع دكتور التغذيه لحد امتى؟ او دكتورة التغذية متاحة معاكي لمدة سنة، ما عندناش فيها مشكلة خالص. صحيح أنا عارف إن أنت ما بقيتيش محتاجاها قوي دلوقتي، لكن هي مش هتقول لك تاكلي إيه وتشربي إيه خلاص في الفترة اللي جاية، لكن دايما هتبقى موجودة جنبك للنصيحة. لو أنت حسيتي إن في لخبطة شوية في الوزن، في ثبات في الوزن، في حاجة عاوزة بدأت أزيد شوية، بدأت أقل شوية، يعني الحاجات دي هي هتنصحك بيها وهتساعدك فيها إن شاء الله.